تاخد ايه معاك وانت رايح تمتحن قدرات؟ الاتنين جميلة. اول حاجة هناخدها هي المية، بعد كده هناخد حاجة مسكرة، شوكليت، تمر، اي حاجة مسكرة. هناخد تايمر عشان نعرف بيه الوقت. هناخد مسند زي ده، مش كل الناس بتجيب في بالها يعني، بس انا بحبه. يا سلام لو في كام ورقة عشان نفضي دماغنا فيه قبل ما نبدأ سكتشنج. طبعا هناخد قلم رصاص، ممكن ناخد درجة اتش بي ودرجة 2 بي ودرجة 5 اتش، ناخد 3 درجات على الأقل. وممكن نزود عليهم واحدة اتش، واحدة 2 اتش، واحدة 7 بي مثلا. بس لو انت متمكن هتعرف تجيب شغل بأي درجة من الدرجات دي يعني. فانت كترت ناخد قطر عشان نعمل بيه الأقلام الرصاص. لو انت مش بتعرف بالقطر قوي أو ما بتفضلش القطر، فهناخد برية نكهة ممتازة جدا. طبعا هناخد استيكة، وبعد كده هناخد استيكة فحم. يعني ايه الاستيكة؟ استيكة فحم، الاتنين هيأدوا غرض كويس، خصوصا انت لسه بتتعلم قدرات. اخر حاجة هنحطها هي الوان. الوان كتير بقى، عشان في سؤال كامل للالوان. نعمل الشنطة كده، بعد كده نقفلها لو قدرت تتقفل. كده قفلت الشنطة، كده الشنطة جاهزة معانا بيها امتحان القدرات، هيكون ان شاء الله سهل. عايزة اقول لكم وفي الاخر يا جماعة الامتحان ان شاء الله هيكون سهل، بس اهم حاجة، اهم من الادوات دي كلها، اهم حاجة ان احنا نتدرب كويس قوي قبل الامتحان، ونبقى عارفين الناس اللي طالبة ايه مننا كويس، ونتدرب 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 قبل الامتحان بكذا يوم او بفترة كويسة. لو انتوا عايزين حد يتابعكم بقى يوم بيوم وكده، يبقى تاخد كورس قدرات مع لايت ايه، هيأهلوك جدا وهيخلوك تدخل الامتحان وانت واثق من نفسك، وهتضمن النجاح بنسبة 99%. فليه لأ؟ خد القدرات مع لايت اريا عشان تكون واثق من نفسك. وبس كده، باي.